حكايتنا المرة دي مختلفة. هنتكلم عن أصحاب بيوت قديمة في مدينة اسكندرية الجميلة. البيت الأولاني 5 شارع ماكوريوس في قرموز، والبيت التاني 38 شارع علي بيك الكبير. البيت التالت 6 حارة النجاة، أما الرابع 8 حارة النجاة. أصحاب البيوت ال4 هم 2 بس، 2 ستات، ريا علي همام وسكينة علي همام. ريا اتولدت في قرية الكلح بإدفو سنة 1875 تقريبا. أما سكينة فكانت الأسرة وقتها اتنقلت وسكنت في كفر الزيات، واتولدت هناك سنة 1885. بعد وفاة أبوهم اشتغلوا في جمع القطن، وكانوا بيعيشوا في فقر شديد. ريا اتجوزت حسب الله سعيد مرعي وخلفت منه بديعة. أما سكينة كانت اتجوزت تمرجي واتنقلت معاه للإسكندرية، وحصلتها ريا مع جوزها بعدها بشوية. بعد فترة اتطلقت سكينة واتجوزت محمد عبد العال. كان معروف ان بسبب الظروف الاقتصادية اللي حصلت في مصر بسبب الحرب العالمية حصل فقر شديد، ولجأوا وقتها لممارسة أعمال غير مشروعة. فتحوا بيوت للدعارة السرية، ومع الوقت جات لهم فكرة القتل. قرروا يغروا السيدات ويخدعوهم، وبعد كده يسقوهم الخمرة، ولما يدوخوا ويسكروا يكتموا نفسهم بحتة قماش مبلولة ويسرقوا منهم الذهب. لكن الحاجة الغريبة في الموضوع إنهم قرروا يدفنوهم في نفس أماكن سكنهم. فضلوا مكملين في طريقتهم لغاية ما أصبح عدد الستات 17. أولهم كانت واحدة اسمها خضرة محمد اللامي، وآخرهم فردوس فضل عبد الله. وبصراحة الشرطة اكتشفت الموضوع بالصدفة بسبب آخر ضحية ليهم اللي هي فردوس. فردوس بعتت هدومها تتكوي عند واحد قريب من بيتهم. لما اتأخر راحت عشان تشوف المكواجي، قابلت ريا في طريقها وعزمتها تيجي عندها. حصل اللي حصل وقتلوها ودفنوها تحت أرض بيت ريا. أم فردوس قلقت وراحت تسأل عليها. لما ما لقيتهاش عند المكواجي قال لها راحت عند ريا. وفي نفس الوقت تقريبا جه لاسم اللبان بلاغ بيتقال ان الدورية لقيت جثة واحدة ست في الطريق العام، كانت عبارة عن بقايا عظام وشعر طويل. في نفس الوقت برضو اتقدم راجل اسمه احمد مرسي ببلاغ، وقال انه هو بيحفر في اوضته عشان يدخن مية وسباكة لقى بقايا عظام ادمية. لما دوروا لقيوا ان سكينة هي اللي كانت مأجرة الأوضة من الباطن قبله. بعد كده ابتدوا ياخدوا اجراءات انهم يفتشوا بيت ريا، لقيوا جثة فردوس. ابتدوا يفتشوا كل البيوت اللي كانوا سكنوها، ولقيوا جثث 17 سيدة تحت ال4 بيوت اللي سكنوا فيها. وكان شاهد العيان الأساسي في القضية بديعة بنت ريا، اللي كانت شاهدة وسمع على كل حاجة بتحصل وبتتعمل. تمت محاكمتهم واتحكم عليهم بالإعدام، ودي كانت أول مرة يتم الحكم على ستات بالإعدام في تاريخ مصر. الغريب إن في خلال فترة السجن وقبل تنفيذ الإعدام عليهم كانوا بيتفخروا باللي عملوه، وكان بيحرسهم في الوقت ده محمود عمر أبوضان اللي بقى لواء بعد كده. كان في الوقت ده هو ملاحظ في سجن الحضرة. كانت ريا تقعد تحكيله ازاي القتل كان سهل من غير دوشة، وانها هي صاحبة فكرة دفنهم في مكان السكن عشان ما يلفتوش الانتباه لحد. أبوضان قال ان وقت السجن كانت بديعة بتيجي تزور ريا، ورغم ان امها شديدة وقاسية عليها لكن بديعة كانت متعلقة بيها قوي. لما صدر حكم الإعدام
خيطوا جلبابين مخصوصين لريا وسكينة، وكانت لأول مرة يتخيط جلاليب باللون الأحمر، لأنه كان أول حكم إعدام على ستات. اتقال إن وقت الإعدام كانوا متظاهرين بالشجاعة، ما كانوش خايفين. وتم حكم الإعدام على ريا وسكينة وحسب الله يوم 21 ديسمبر 1921. أما عبد العال وعبد الرازق وعرابي حسان، ودول 2 كانوا بيساعدوهم في جرائم القتل، تم إعدامهم يوم 22 ديسمبر 1921. الغريب إن بعد وفاتهم وتوقيع الكشف عليهم اكتشفوا إن وزنهم كلهم زاد بعد دخولهم السجن، كأن دخول السجن ليهم راحة مش حبس. أما بديعة بنت ريا تم إيداعها في دار الأيتام، وكانت بتتعامل بطريقة مأساوية ووحشية من مسؤولي الدار. تخيلوا معايا بنت السفاحة هيكون مصيرها ايه؟ لكن المصير اتغير. بعد 3 سنين حصل حريق كبير في دار الأيتام، مات بسببه كل الأطفال وكانت من ضمنهم بديعة. فهل كان الزمان رحيم بيها وبمصيرها، ولا كانت هي اليد الخفية اللي حطت حد للمعاناة اللي كانت حساها واللي هي ما اختارتهاش أبدا في حياتها؟ ومع وفاة بديعة كانت نهاية حكاية ريا وسكينة اللي احنا بنحكيها لغاية دلوقتي، أكبر سفاحتين في تاريخ مصر. ودي كانت حكاية جديدة ومختلفة من حكايات مريت.